هو انت سمعت عن الجامع اللي حوله الانجليز سجن للمصريين؟ جامع اتقال عنه انه من اعظم الجوامع، وبرغم واجهته البسيطه الا انه من جوه كان مليان بالمفاجآت. عندك اعمده الجامع هتلاقيها من المعابد الفرعونيه والرومانيه، الارضيه مثلا من اجود انواع الرخام، والمأذنتين مختلفين عن اي مأذنه في مصر لانهم اتكسوا بالبلاط الاخضر بطابع المشرق الاسلامي. وكمان قبه الجامع اتكست بنفس البلاط وبقت شبه قبه المسجد النبوي واتعرفت بالقبه الخضراء. ده غير انها اتزينت من جوه بايات قرانيه واسم والقاب صاحب الجامع الملك الناصر محمد بن قلاوون، واللي بناه سنة 1318 عشان يتعرف بالجامع الناصري. وبسبب جماله وأهمية الجامع فضل مميز جدا عند الحكام طول فترة المماليك، وكان الجامع الرئيسي لقلعة صلاح الدين. بس ده انتهى بعد ما اتبنى جامع محمد علي وخد مكانه، وكانت دي بداية النهاية، عشان بعدها للأسف يجي الاحتلال البريطاني ويعمل حواجز وحيطان بين الأعمدة ويستخدموا مخزن للجيش وسجن للمعارضين المصريين. وتفوت سنين والجامع في الوضع ده لحد ما جت لجنة حفظ الآثار الإسلامية ورممت الجامع من تاني. ورغم انه مرجعش زي الأول بالظبط إلا إنه لسه محافظ على جماله وشاهد على عصر المماليك وجمال العمارة الإسلامية. والجامع حاليا مفتوح للزيارة في القلعة، فاعمل سيف للفيديو عشان تروحوا مع صاحبك ورشح لي مكان جديد لسه ما حكيناش عنه. كان معاك أنور أفندي وكنت جاي أسألك